يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نور من قناه يومياتي مع نور، وان شاء الله ده فيديو جديد يا رب ان شاء الله يعجبكم. النهارده ان شاء الله بدات معاكم الفيديو كده من الشارع. هنروح نجيب عيش سوا من الفرنه. انا نزلت بدري الصبح علشان خاطر الفرنه تكون رايقه وما يكونش عليها زحمه، وكمان تكون فاتحه، لان انا لما بتاخر بتكون زحمه وساعات بلاقيها قافله، مش بلحق اجيب عيش. فالنهارده كانت رايقه خالص ما عليهاش حد، وجبت العيش بدات ان انا اسيبه يبرد كده شويه عشان ما يعجنش معايا. ادعوا بقى ان ربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. انا كده جبت العيش وكنت سايباه يبرد عشان كان سخن جدا، وبعد كده خدته في الشنطه وروحت. قلت اروح بقى كده علشان خاطر اشوف اللي ورايا بقى. بس قبل ما اروح، انا الراجل دوت بيقف عندنا على طول بيبيع بليله. البليله بتاعته حلوه جدا جدا ونظيفه. هو بيحط على القدرة كده زي صوف او حاجة عشان البليلة تفضل سخنة. حاجاته حلوة جدا جدا، بجيب منه على طول. وبعد بقى ما فطرت كده وشحنت الطاقة بتاعتي، قلت بقى انا اغير الستاير بتاعة الأوضة واشيل الحافظة، لانها كانت اتبهدلت فكانت عايزة تتغسل هي والستاير. فقلت بقى احط البديل ليها واظبط الدنيا كده شوية. شيلت طبعا كمان الفرش اللي كان على الكنب، اللي هو اللون الستاير دوت، كنت فرشه على الركنه. شيلته برضه عشان اغسله، واشيل كمان الستاير واشيل الحافظه، اشيل كله واحط احط غيرهم. وان شاء الله انا بعمل كده عشان في تجديدات ان شاء الله هعملها معاكم. فتابعوا معايا بقى ان شاء الله الفيديوهات الجايه. دلوقتي كده انا نزلت ستوره وهبدا بقى نحط واحده غيرها. عايزه اقول لكم ان التجديدات ديت بتغير جدا جدا في نفسيتي قوي، واكتر حاجه يعني بتريحني جدا نفسيا. لو انا متضايقه او زهقانه او تعبانه او اي حاجه زي كده، بحب ان انا اغير اي حاجه من مكانها. بتدي طاقه حلوه قوي في البيت عامه، وبتدي جو وروح حلو قوي. فلازم يكون لينا بقى يعني بديل لاي حاجه، بحيث ان احنا لو زهقنا من شكل الحاجه قدامنا على طول نغيرها، نجيب حاجه مكان حاجه يعني كده. دلوقتي بصوا بقى، انا ركبت الستاير دي اللي انا كنت متجوزه بيها، بس كانت على بلتكانه، فانا فكيتها عملتها على ماسوره. اهو ده كده شكلها زي ما انتم شايفين. ما حطيتش بقى تحتها واحده كمان، قلت بقى مش مهم، هو كده شكلها حلو. دلوقتي الركنه هنا كانت متطربه خالص، فهعملها بقى بالمكنسه ونفضها كويس جدا جدا من التراب. وهحط بقى الشلت عليها. هو بقى هي ناقصها كوشن، ناقصها حاجات هعملها بقى معاكم في الفيديوهات الجايه، واحط بقى عليها فرش جديد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يعجبكم. دلوقتي كده خلاص رجعت الشلت، وكمان فرشت الحافظه النبيتي ديت لون ستاير. وخلاص كده الاوضه هنا خلصت. وكمان غيرت فرش السرير وفرشت فرش جديد. وهاجي هنا عند ترابيزه الشاشه برضو هشيل الفرش بتاعها واحط فرش جديد. الترابيزه دي كانت بتاعه بابا، فهي قديمه شويه، فانا بحبها جدا جدا. هو بابا اللي عاملها على ايده الله يرحمه، فانا بحبها جدا جدا. مش بعرف يعني استغنى عنها الصراحه. يعني حتى لما اتكسرت وانا بعزل صلحتها وبرضو حطيتها تاني. دلوقتي كده غيرت المفرش برضو وحطيت مفرش نبيتي. وده كده الشكل بعد ما خلاص يعني بقت كل الاوضه بقت نبيتي. المهم كله بقى يعني بقى لايق على بعضه. وبعد كده بقى بدات ان انا اعطر. انا المعطر دوت لو مش موجود بحس ان انا يعني خلاص انا متدمره نفسيا. بحب جدا، بحبه قوي قوي. هو اسمه مروج من فريده، حلو جدا جدا. هاتوه. هو في حدود 30 جنيه، في ناس بتبيعه ب35، بس هو 30 28 حاجه زي كده. المهم كده عطرت كمان الصاله، كانت برضو روقتها وشلت ومسحت وظبطت الدنيا. وبعد كده دخلت على المطبخ علشان طبعا نعمل الاكل سوا. عايزه اقول لكم بقى على مشكله حصلت معايا في القناه، بس ان شاء الله في فيديو تاني هنزلها لكم نتكلم سوا مع بعض. ولو انتوا حابين ان انا في الفيديو دوت ارد على تعليقاتكم واسئلتكم، اي حد يعني عايز يسالني سؤال يكتب في التعليقات وانا ان شاء الله ارد عليكم في الفيديو دوت. هنا ماما كانت جايبه لي كفتة رز حلوة قوي قوي، بتحطيها في الفريزر وبتطلعيها. ممكن تصبعيها وتحطيها في الفريزر، وممكن تحطيها كده كتلة عادي وتصبعيها لما تطلع تفك وبتحمريها، بتبقى حلوة جدا جدا. هي ماما كانت جايباها لي، فحمرتها كانت حلوة قوي. تسلم ايديكي يا ماما، حلوة جدا جدا. احنا اصلا بنحب الكفتة دي، فحمرتها كده زي ما انتوا شايفين. كانت جميلة جدا جدا من جوه. بصوا حلوة ازاي. هو انا كنت مطولة الصباع شوية،
علشان خاطر لو كشت بتقصر وبتتخن، فانا كنت مرفعاها مطوله عشان لما تقصر وتتخن ما تبقاش تخينه قوي. عملت حبه من كور علشان خاطر عيالي بيحبوا الكور قوي، في ناس بتعمل عرايس وكده. بس كده انا عملت كده الكفته قليتها، وبعد كده بقى هاجي هنا على البطاطس. في ناس بتحبها بتحطها في طبيخ عادي، مش شرط بطاطس. انا بحبها في البطاطس جدا، كانت ست الله يرحمها كانت دايما بتعملها. تعمل الكفته وتحطها في بطاطس. في ناس بتحطها في فاصوليا، في لوبيا، يعني في اي حاجه. في ناس اصلا بتاكلها كده حاف يعني عادي من غير طبيخ يعني. بس فانا بحب صراحه طعمها لو هاكلها برز يعني بحب ان هي تكون في بطاطس. المهم كده جبت البطاطس وبدات ان انا اقشرها وهقطعها مكعبات. بصوا انا ما باجي ان انا اعمل اي اكله اقشر اي حاجه، بجيب جنب كيس وبقشر فيه، عشان خاطر لما اخلص اروح جايه لما الكيس ورميه. مش ان انا اقشر في حاجه او اقشر على حاجه وبهدل الدنيا. لا، حوار الكيس دوت بيسهل علينا جدا جدا. يعني انت مثلا لما تيجي تقشري اي حاجه حطي جنب الكيس وقشري فيه، هيسهل عليكي جدا جدا تنظيف، يعني مش ان انت تبهدلي الدنيا وكده. جبت كده 4 بطاطسات على قدنا، والصراحه برضو كان بزياده وتكفى وبقى لتاني يوم الاكل. كان طعمها حلو جدا جدا. يعني ماما بتعمل الكفته ديت بلحمه جملي، تطلع صراحه خطيره خطيره خطيره. لو انتوا بقى حابين الطريقه نفسها انا ممكن اخلي ماما تصورها لكم، او انا لما اروح عند او هي تيجي تعملها يعني اصورها معاها ان شاء الله. او انا عامه لما اجي اعملها هي بتبقى حلوه جدا جدا. وفي ناس بتفرزها تحطها في الفريزر وبتطلعها على قد الاكله يعني، وكمان موفره جدا. المهم دلوقتي كده خدت البطاطس ورحت ان انا اغسلها، وهرجع تاني ان انا اقطعها. صراحة انا كنت واقفة في المطبخ رايق وواقفة، يعني انا لما بكون الشقة رايقة بعمل حاجة بمزاج بيطلع حلوة جدا. المهم كده خلصت. بصوا هو انتوا بقى لما تيجي تعملوا اكل تشوفوا تكملوا الاكل مثلا بتبقى يعني ما يبقاش في حاجة ناقصة، اللي هو مثلا خضار يعني بروتين و ونشويات، يعني كله يبقى في اكلة واحدة، مش ان انتوا مثلا تعملوا حاجة واحدة وخلاص، لا. فعلشان خاطر يبقى قيمة غذائية من كل حاجة. دلوقتي كده خلاص قربت ان انا اخلصها. اللي ما حطش لايك بقى واتفرج عليا لحد دلوقتي يحط لايك بقى يشجعني. انا ان شاء الله الفتره الجايه والله انا مش عارفه ايه اللي بيخليني ان انا اكسل عن التصوير او على اعمال عامه. مش عارفه، بس انا ان شاء الله هتشجع باذن الله، وهعمل لكم شويه ديكورات وحاجات حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. فاكتبوا لي بقى في التعليقات اي حاجه انتوا عايزينها، واي اسئله حابين ارد عليها في الفيديو اللي انا ان شاء الله هعمله. لان انا ما طلعتش على القناه دي بوشي قبل كده، او يعني طلعت بس ما كنتش بتكلم معاكم يعني، ما طلعتش اتكلمت معاكم يعني وكده. فان شاء الله هطلع اتكلم معاكم كده ان شاء الله، حابه ان انا اعمل كده اصلا. فلو حابين بقى انا هرد على اي تعليقات ليكم اكتبوا لي في التعليقات. جيت هنا بقى في حله تانية حطيت بصلايه وحبه سمنه، وشوحت البصلايه ونزلت عليها بالطماطم. في ناس بتعملها بتوم، انا ما بحبش الاكل الصراحه بتوم. بعد كده نزلت بالبطاطس، ولما البطاطس بدات تستوي ده حطيت الكفته. وبس كده خلاص عملت جنبها شوية رز وسلطة، وحطيت كمان جرجير بحيث ان هي تبقى اكلة متكاملة يعني من كل حاجة. بس كده ده كان فيديو النهاردة، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو واشتراك كمان لو لسه مش مشتركين، وهستنى بقى كومنتاتكم على الفيديوهات. ودمتم بألف خير، مع السلامة.